لا، ابو ساري يبغى يتكلم. تفضل ابو ساري. انا كنت بعلق على كلام ابو ركان. شوف، انا اتكلم عن نفسي. اي. اختلفت مع الاستاذ خالد البلطان فتره من الفترات، هذا امر طبيعي يعني. وانتقدت اداره خالد البلطان في فتره من الفترات، وارى ان اداره خالد البلطان المرحله الثانيه ليس كخالد البلطان المرحله الاولى، وحتى هو نفسه قال في الاخير يعني اني واضح انه فقد الشغف وانه، ولكن ان نقول ان خالد البلطان دخل نادي الشباب في مرحله لا تليق بالشباب، هذا كثير على خالد البلطان بجد. ان اداره نادي ان الشباب كان في فتره من الفترات كان تبع، طبعا يقصد بركان للهلال، يعني اللي قال الهلال هو. لا انا ما قلت تبع، ترى انا قلت الشباب اكبر من انه يكون في حاله تبعيه لاحد. طيب او انه يدخل في حسابات. طيب هو ما عمره كان تبع. لما اقول انا الان المناكفة. يفترض ان اداره نادي النصر أبو ساري بس او نادي الهلال نقطتين. لا تكون تبع. طيب نقطتين ابو ساري. اول شيء الكلام ما كان عن خالد البلطان، كان عن نادي الشباب. انا قلت انه يطلع من مرحله خالد البلطان، لان خالد البلطان كان عنده. لا انا ابغى اجابات واضحه. بس دقيقه ابو ساري، ابغى اجابات واضحه. بس باختصار. هل كان الشباب في فتره من الفترات تبع لنادي اخر؟ باختصار ابو ساري، اذا قلت لي لا خلاص انتهينا. الشباب كان عنده حسابات معينه، البلطان كان عنده حسابات يعرفها الشارع الرياضي بشكل كامل. ايش الحسابات هذه؟ كان عنده حسابات واضحه من تصاريح، من لقاءات، في كل شيء، في كل حاجه. اي هذا الصح، تصرفات اللي قاعد تسويها. انت تشوف انه صح؟ في اي انا ابغى، انا بس عشان ما تقول لي دقيقه بس عشان ما تقول لي اني قولتك ما لم تقل. ابو ساري شوف دقيقه بتعيد وبنلف وندور. لا بيضيع الوقت. مو كذا، عطني اجابه محدده. مو كذا. هل كان خالد البلطان تبع لنادي معين؟ دقيقة، مو بكذا، انت ما تفرض علي سؤال عشان اجاوبه فهمك. طيب خلاص اشرح لين تخلص بعدين عطني المايك، لا تدخلني بعدين، لا تقاطعني بعدين. قلت وجهة نظري ان الشباب في الوضع الاداري الحالي في العصر اللي تعيشه الرياضة السعودية يحتاج انه ينتقل او يطلع من الوضع اللي عايشه فيه خالد البلطان نتيجة حساباته الخاصة مع أندية لحساب أندية أخرى. يعني البلطان ما كان تبع الهلال انه تبعية كاملة، لكن كان مضطر ان يتخذ الموقف تبعية جزئية عشان يوظف تبعية جزئية عشان يوظف ضدية الهلال مع النصر لمصلحته في وقوفه ضد النصر. الشباب اكبر من انه يكون في موقف مثل هالحسابات. حلو، هذا رأي ابو هذه ركان. طيب حلو، احنا ما يظل الراي المحلي يثبت على رايه عشان اعلق انا ثابت عليه هذا الكلام يا ابو ساري. اذا كنت فهمت انت بشكل ثاني هذه مشكلتك يعني. حلو، لكن اترك لي من مشكلتي الكلام الان كلامك انت تقول يفترض تبعيه جزئيه. ابو ساري انت بتاخذ الموضوع للبلطان عشان يكون في اثاره وان يلا ها بطلنا والله ما اتكلم على هذا الموضوع لان في ناس تسمعني، في ناس اذا تبغى تهرب من المواجهه يقول انت هذا يا ابو ساري تبغى تحولها الى اثاره وتبغى تحولها الى جدلي. وين المواجهه؟ مو صحيح ذا الكلام، مو صحيح ابو ساري. المواجهه على فكره دقيقة انا حلفت بس دقيقه ابو ساري، اذا حلفت وقلت الا ان يشاء الله يروح الحلف وارجع اتكلم. هذه فتوى الشيخ ابن عثيمين. نعم. طيب دقيقه وين المواجهه؟ المواجهه وين؟ حلو انت خلصت عطني المايك. طيب دقيقه المواجهه وين يا ابو ساري؟ من اللي بيهرب من المواجهه؟ اصلا ما في مواجهه. هي وجهه نظر انت فهمت. اي انا قصدي مواجهه اراء. مواجهه اراء مو مضاربه. اي بس لما صحح لك. طيب صحح لي، لا خلصت بس قصدي خلصت. مو مساله هروب. تفضل. يعني لما صحح لك مو مساله هروب، كلها من فواز. انت بتاخذ الموضوع. كان المحور عنده حولها على. تفضل خلصت. لا دقيقه يا اخي، خلصت. يعني كنت تقرا افكاره. ها خلصت يا ابو ركان. دقيقه خلي ابو نواف يخلص مداخلته. تفضل ابو ركان. هي القضيه ابو نواف، يعني الحديث كان عن نادي الشباب، وانا ما عندي مشكله اني اتكلم عن وضع البلطان اذا كان في محور خاص عن اداره البلطان ووقته في الشباب وايش الاخطاء اللي ارتكبها ولا الاشياء السياسات اللي اتبعها، ما عندي اي اشكاليه. وسبق اني قلت رايي في اداره خالد البلطان كثير وبقول وبكرر، ما عندي اي اشكاليه. نعم. لكن انا اللي ضده انه ابو ساري بياخذ الموضوع المحور انه خالد البلطان وانه خالد البلطان تبع الهلال الى اخره من الجزئيه هذه. انا ما ابغى ادخل في الجزئيه هذه لاني قلت رايي في وضع نادي الشباب بشكل كامل. انه الشباب يعيش مرحله ذهبيه. نعم. ومحورنا عن الشباب مستقبليه. يعني المعطيات تشير الى مرحله اداريه افضل من الوضع اللي عاشه الشباب خلال 15 سنه. لا مو معليش، ما تكلمت انا ساكت الحين عشان ابي اخلص رايه بس نبغى نروح الفواز يعني وانا ما اقول شيء. طيب عشان نقفل على الموضوع لان احنا موضوعنا الشباب ابو ساري. طيب حلو احنا على كلام على الشباب. لا بس المرحله السابقه خلاص انت ما دام فتحها ابو ركان لازم ننصف هذا الرجل اللي هو الاستاذ خالد البلطان. طيب احنا قلنا ما حد تكلم عن البلطان. تفضل. لا اله احنا ما قلنا فيه شيء، احنا نصفنا. لا قلنا فيه.
لا معلش، اذا انت اتهم بان قال لي اهداف خاصه. ما قلت اهداف خاصه. مسجله. شوف اذا كانت مسجله يا ابو ساري، مسجل. انت قلت لي اهداف خاصه. دقيقه شوف، الحسابات خاصه. الحسابات خاصه. مو باهداف. حلو خاصة. طيب. دقيقة. الحسابات هي الاهداف. الحسابات معروفه القصه، خروج البلطان من النصر وسياسته في اداره نادي طيب انت مو خلصت. شايف؟ دقيقة تقول لازم نوصف الرجل هذا وندافع عنه، ما تكلمنا عن البلطان وقللنا منه ولا هاجمنا، له ما له وعليه ما عليه الرجل، إذا بنتكلم عن خالد البلطان شخصيا وطريقته الإدارية، الحديث زي ما قال أبو نواف عن نادي الشباب. أنت أخذت خالد البلطان، طيب معليش أنت الحين أخذت المايك مني 3 مرات، الآن دوري يا أبو ركاب. أنت بتاخذ الحديث الخالد البلطان، تفضل. خليني آخذ خالد البلطان، اعتبرني ما أعلق عليك. طيب تفضل. إذا قال أحدهم، مو أنت، إذا قال أحدهم أن إدارة نادي الشباب يفترض أن لا تكون تابعة، فهذا اتهام للشباب بأنه تابع، وهذا عمره ما حصل في إدارة نادي الشباب، بالذات في وجود خالد البلطان. خالد البلطان كان شخصية قيادية مميزة، وأنا انتقدت خالد البلطان في فترة سابقة في أشياء محددة، وقلت أن في الفترة الثانية ليس خالد البلطان الفترة الأولى، نعم. ولكن في فترته الأولى كان خالد البلطان قيادي من الدرجة الأولى. بل أنا أجزم أن لو ذكرت أفضل 10 رؤساء مروا في تاريخ الأندية السعودية لابد أن يكون خالد البلطان من هؤلاء ال10. نعم. صنع تاريخ النادي الشباب، بل كان يتعامل بذكاء استراتيجي في علاقاته مع الأندية، منه النادي اللي يقربه، ومن النادي اللي يبعده، حتى ما نقول إعادية، ولكن اللي يجعله منافس أو خصم. صنع لنفسه هالة إعلامية ولناديه. نعم. وصنع له حضور إعلامي قوي، والإنجازات اللي تحققت في عصره أكبر دليل. في أندية مثلا كانت رامية نفسها رمي مع الاتحاد، إداريا وجماهيريا وإعلاميا باعتراف منسوبيها، وما قلنا هذه لا ولا قالوا هذه لا تليق بنادي كذا ونادي كذا ونادي. ما كلمك انت، لا خليني اكمل. كانت راميه نفسها رمي زين اكثر من اللي صار بخالد البلطان. خالد البلطان كان يتعامل، انا بقفل على الموضوع، كان يتعامل باستراتيجية خطيرة. وعلى فكرة استراتيجية خالد البلطان أجزم أنها كانت مدروسة. طيب. يعرف ايش يبي، يعرف الخطوات، وصنع. على فكرة تشوف انجازات الشباب ما قبل خالد البلطان. نعم. أنا أعتقد أن خالد البلطان بشخصيته صنع للشباب جماهيرية، نعم، تعادل جماهيرية اللي كانت تحققت بالبطولات. واضح. بس دقيقة أبو نواف، كذا ما راح ننتهي، ما راح نخلص. طريقة أن شبك الأسلاك في بعض وتشتيت الموضوع، يعني هو لا أنا اللي حطيت الأفياش في محلها. أسقط على النصر. كلام عام، كلام إنشائي. أنت أسقطت على النصر الآن. من جاب سيرة النصر؟ أي ما تقدر تقوله. من لحظة ما تقدر تقول، وأنت ما تقدر تقول إيش البلطان تابع، وأنت ما تقدر تقول البلطان تابع. طيب خلاص، تعجز انك تقول البلطان تابع. طيب فواز الشريف، يفترض الشباب ان لا يكون تابع. لما واجهتك في كلامك هربت. ابو ساري انت هربت. لا الموضوع ما كان عن البلطان. ابو ساري مو انا اللي اهرب. معليش، مو انا اللي ما اقدر. معليش ابو ساري. نعم لحظه ما تقدر. انا ما قلت النصر الان اقول لك. بعدين ابو ساري، ابو ساري استاذ باس، انا ما فيك تقول. تكلم معي. طب تكلم معي ابو ساري، تكلم معي معليش عشان الاصوات لا تتداخل مع بعض. انه ذهب الى النصر لاني عارفك انت ارجع لك. لكن انا اقول اعلاميين نصراويين اهدي الموضوع، ارجع لك. هدي الموضوع وليس كلامي انا. فواز الشريف، ما في شيء ما اقدر اقوله اذا كان حق. طيب فواز الشريف،